السلام عليكم، تحياتي المشاهدين الكرام. لاحظوا الفيديو، هادو ناس كيقول لك القوة الضاربة وهي قوة هاربة. مشاو جابوا شوية ديال الحجر وبناو الكعبة غير المشرفة، وناس ساقت وآمنت وجاية تحج فين؟ في مكان غير مشرف. ما فهمتش انا هاد الناس هادو اين عقل كيفكروا به، اين دين عندهم. يعني هذا راه دين واحد اخر، هذا عندهم ماشي دين ديال الاسلام. واش الكعبه كاينه في شي دوله اخرى؟ كاينه في بلاصه وحده. كيفاش ناس تاقوا بهاد الناس وجاو يطوفوا ويتبركوا بداك الكعبه الغير المشرفه؟ وكيفاش وزاره الاوقاف ديالهم الشؤون الاسلاميه كتقول لهم ارتفاع عدد الحجاج لهذا المقام؟ شنو ذاك المقام؟ العلم لله. واش هاد الناس هادو كاع يعني صافي تسطاو حتى لهاد الدرجه هادي؟ واش هاد الناس هادو فقدوا العقل ديالهم حتى لهاد الدرجه هادي؟ واش هاد الناس هادو ولاو يعني كيديروا شي حاجه كونتر الله سبحانه وتعالى؟ واش هاد الناس هادو ولاو فقدوا البوصله في مره؟ يعني الصلاه على النبي ما بقى حتى واحد بعقله اللي يقول لهم اودي هادشي درتوه راه ما كاينش في الدين وما كاينش في المله، وراكم بهدلتوا بينا عالميا، ولا العالم الاسلامي كيضحك علينا، ولا العالم الغربي كيضرب بينا المثل ديال التهتريف والخروج على العقل. كيفاش هاد الناس ما بقاوش كيفكروا حتى ولاو كيضحكوا على الشعب ديالهم بهذه الطريقه، وكيطنزوا عليهم وكيقولوا لهم هذه راها كعبه مشرفه وهي في الواقع غير مشرفه. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. اذا ما نتفاجئوا شيء الى شي صباح عاوتاني قالوا لك ودي راه القدس الشريف راه عندنا هنا، حتى هو خصنا نزوروه. ما نعرف. وما نتفاجئوا شي صباح عاوتاني يقول لك ودي راه القبر ديال الرسول صلى الله عليه وسلم حتى هو عندنا هنا، خصنا نزوروه. يعني هادشي هذا فقد العقل والذاكره. هادشي هذا ولا بنادم مريض بواحد المرض سميتو انفصام في الشخصيه. هادشي هذا واحد المرض الله يشافيهم ويعافيهم، ولكن المرض الكبير هو ديال الشعب اللي تيق هاد الخرافات ديال هاد الناس العجزه المراضين نفسانيا وامن بهم وتبعهم وقال لك وغادي يطوف فين غادي يطوف؟ العلم لله. خلاص هذا القول انكم بهدلتوا براسكم، بهدلتوا بالدوله ديالكم، بهدلتوا بالعالم اللي كيعرف الجزائر انه عرف ناس كلشي في دوله وما عندناش عقل. وتاع الشعب اللي غادي معاكم في هذا الحماق هذا الله يشافيه. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل.